المواهب الفنيه في كل مكان، والمواهب الفنيه بتقول احنا موجودين، بس هي الفكره انك انت تساعد المواهب الفنيه وفي نفس الوقت تكتشف الموهبه الفنيه، تكتشف القيمه وتكتشف القوه اللي عندهم. جميل قوي لما يكون العيله كلها بتميل للتمثيل، والاجمل كمان ان يبقى فيهم اتنين توأم شبه بعضيهم ويتم اللعب على الجزئيه ديت، اذا كان من خلال مشاهد مكتوبه مخصوص او من خلال افيه بيتركب او ضيوفي بيحبوا التمثيل جدا، سعوا ورا التمثيل بشكل كبير وما زالوا بيسعوا، وان شاء الله هيحققوا اللي هم بيأملوه بيتمنوه. خلوني نتعرف عليهم ونرحب بيهم. بيشرفنا النهارده في الاستوديو ابراهيم الباشا. اهلا وسهلا بيك يا ابراهيم. اهلا وسهلا. شرفنا ومنورنا. اهلا وسهلا. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. رايحين دلوقتي على التوأم. اتنين شبه بعض، فنانين متميزين جدا واخوات ابراهيم، بس يعني ما هناك فرق، يعني معايا حسن وحسين. ازيكم عاملين ايه؟ انت للحظه انا ما قلتش ان كنت اخوات، يعني مختلفين عن بعض. لا ده هو كبير بس احنا يعني جينا شبه بعض. السيستم واحد بس نفس الدماغ تقريبا. طيب عايز مبدئيا كده بدايتكم مع التمثيل بدأت ازاي؟ هبدأ مع الاصغر بقى. ماشي. اسمح لي بقى نبدأ مع الاصغر بقى يا ريس. يلا. حضرتك شايف. اتفضل. هو احنا واحنا معاد في المسرحيه نقدم، بس باب التقديم كان اتقفل، فروحت الاوبرا. كان مصطفى سليمان الفنان مصطفى سليمان قال لي ممكن تروح عند الدكتور خالد جلال تقدم في ورشه الابداع. فرحنا وعملنا ابلكيشن فعلا، وبعد كده قعدنا فتره. طبعا الدكتور خالد بيعمل كل الورشه كل فتره وفتره. واحنا قدمنا في مركز الاناجر مع احمد السيد. كنت اتعرفت على احمد قبليها وقال لي في ورشه بعملها وكده، واحنا قدمنا فيها فعلا. وورشه اسمها ارتقي خطوه، وقعدنا فيها فتره كبيره استفدنا منها كتير. وبعد كده واحنا مع دكتور امان سليم اللي هي دكتور في المعهد ورئيس مركز مسرح الاناجر حاليا، وخدنا عملنا امان يوسف. امان يوسف. هو امان سليم الاثنين على فكره، امان يوسف وامان سليم. واستفدنا منها برضه كتير. وبعد كده بقى بدانا نروح بقى مكاتب للميديا والسينما وكده. هو كان اول حاجه رحناها هو الكبير قوي، كانوا عاملين كاستنج للكبير قوي، وبس ما عرفناش نخش. كلمت استاذ احمد الجندي، ما قلتش لحد كده. كلمنا استاذ احمد وهو كان مرحب، وقلت له استاذ احمد احنا توأم وكده وعايزين نخش معاك في المسلسل وبتاع، ما عرفناش نخش الكاست. قال لي تمام ممكن تقولي المكتب، ورحنا والحمد لله لحد ما كلمونا التصوير، ورحنا صورنا معاه في الحلقه بتاعت المسلسل عندها طالب. تمام. الحلقه 27 في الجزء الثالث. تمام. ومن هنا بقى الحمد لله بدانا نخش الكاستنج وكده، ويطلبونا مخرجين او كده. كويس. التمثيل هو عشقكم الاساسي؟ تمام. وبنحب المونولوجات برضه، بنغني مونولوجات برضه. هنسمع النهارده ان شاء الله. طيب ابراهيم، بالنسبه لك برضو انت بدات في احد الافلام كبودي جارد، صح؟ طب احكي لي برضو. ما كانش ده الاتفاق، بس حصل موضوع كده وحد في المكتب قال لي هيبقى لك مشاهد وبتاع، واستاذ احمد. بس انت مش حابب الفيلم ده؟ لا، عشان بس حصل فيه موقف، ومن ساعتها والمكتب ده في موقف بيني وبينه. ما بيشغلنيش بسبب اللي انا برضه مش عايز اصور وما كملش، لان الكلام ما كانش على كده. بس فقال لي بقى في 6 مشاهد واستاذ احمد ومش عارف هيعكس واحده وهيتضرب وانت هتشيله وتجري وانت. بس رحت لقيت الموضوع غير كده خالص، فحصل مشكله. بس الحمد لله طلعت من الفيلم، اتعرفت على الاستاذ عمرو عرفه والله يرحمه استاذ حسين الامام واستاذ احمد مكي. طيب هو التجربه او الاشخاص او الشباب اللي هم بيحبوا التمثيل بيبتدوها من الصفر، وستيب باي ستيب، خطوه كده. محمد هنيدي بدأها كده. طبعا استاذ محمد. كتير من النجوم الكبار بدأوها كده. بتحس بالنجاح لما تبدأ من تحت. بس في صعوبات اكيد بتواجهها. طبعا كتير. كتير جدا. ايه هي؟ يعني تروح مكتب وتفضل سايب حالك وشغلك، وتروح مكاتب وتقف في الزحمه وتبقى مستني ده يتكلم وده يتكلم واوديشن ويقعد يحفظ، وفي الاخر تلاقي حاجه صغيره. ده لو حد افتكره، معظمها واسطه، وكل واحد في المكتب ليه ناس معينه لازم يشغلهم. ما هي من ضمنها استاذ محمد لما حضرتك سالته على موضوع بتاع ميكي استاذ ميكي وكده، هي من ضمنها المونتاج. لان معظمنا، يعني انا كنت شغال برضو في فيلم سرعه في مصر، يعني انت بتروح تصور مشاهدك وتمام التمام وكله تمام، بتيجي بتفاجئ يوم العرض اللي بتلاقي المنتجه في حاجات كتيره اتشالت منك. انت بتلاقي ان في مشاهد اتشالت مش موجوده خالص. مش مننا احنا بس، لا ده من الكاست كله،
لان ممكن المده ما تعرفش او حاجه زي كده، بتواجه حاجات كتير يعني. معظم الشباب اللي في المجال او كده كلنا دي الحته اللي بتضايقنا، دي الازمه اللي بالازمه اللي بتواجهنا، ومحدش فينا بيعرف يعمل حاجه، لان احنا خلاص اوريدي العرض نزل وما هتتكلم فيه، ولا هي دي الحاجه ولا في عقد او كده. هو الحاجات اللي بتواجهنا كلنا ما بنعرفش نحلها. الموضوع المنتجه اللي انت ممكن تبقى مصور الحاجه وتمام وعامل حسابك ان انت خلاص بعد سعي كبير اللي انت وصلت للدور ده او كده، تلاقي نصه متشال، ممكن ساعات ممكن ما يبقاش كله. يعني حاجات زي كده. طب النقابه اخباركم ايه معاها؟ هل شايفين ان تصريح النقابه مسبب لكم مشكله والخلاف والامور دي اه كلها؟ عشان كده احنا بسعى اكتر ان انا ادخل النقابه، يعني حتى انا مش جوه النقابه، يعني حتى مش عضو في النقابه؟ مش عضو في النقابه، بس لسه بسعى يعني. تمام. بسعى حتى وكلمت حد قال لي على الحاجه المطلوبه وان شاء الله هعمل. هل فكرتوا مثلا انكم انتوا تروحوا تدرسوا مثلا في اداب مسرح؟ انا قدمت نقد ودراما. كنت بعد ما خلصت الليسانس رحت على حلوان؟ ايه؟ حلوان؟ لا عين شمس. ده قسم النقد والدراما في عين شمس. اداب قسم نقد ودراما. رحت اعمل دبلومه في القانون الجنائي وانا واقف وخلاص. وقفت بقى وجي في دماغي ان انا اعمل دبلومه في القانون لانك انت خريج حقوق. فانا واقف كده جه في بالي ان انا خلاص ده انا كده اوريدي محامي وعندي مكتب خلاص. طب ما اشوف الحاجه اللي انا بحبها. فنزلت من مبنى حقوق، طلعت اداب، شفت الدنيا وبتاع، قدمت وتعرفت على الناس هناك وبقيت مبسوط وكده وزي الفل، ودخلت الامتحانات الحمد لله وقبلت كل حاجه كويس. وقالوا المصاريف، حتى المصاريف في السنه يعني مش يعني قليلة. انت هتبدا، انت لسه هتبدا. المهم رحت وبتاع، كنت بقى لسه متجوز وبتاع جديد، فقالوا لك لازم تيجي كل يوم. وفي مشاريع وفي سفر وفي مش عارف ايه، فمع الشغل يا اما اتنازل عن شغلي يا اما ايه ابقى معاهم. ما كملتش يعني في لا ما كملتش، رحت بقى بدات بقى اشوف الاوبرا والورش وبتاع. ما احنا خدنا ورش عندها. احنا لما قدمنا مع احمد السيد، مع المخرج احمد السيد، انا اول واحد قابلته، يعني اول واحد قابلته بعد ما رحنا المعهد. ما كنتش اعرف اللي في حاجه في الاوبرا او ورش او كده، هو كان قدامي المعهد. هو معهد في المسرحيه اللي انا كان في دماغي ان انا اروح اقابل مخرجين ممثلين يشوفونا، هو ده الباب اللي ممكن يدخلنا المجال ده. كويس. فلما رحنا وما حصلش نصيب مع حد، ومصطفى سليمان زي ما قلت لحضرتك في الاول قال لي ايه ممكن تروح الاوبرا عند دكتور خالد جلال وتقدم وتخش ورشه. وبعد كده قابلنا احمد السيد بقى وعرفت يعني ايه ورشه، وبدأنا نخش ورشه. خلصت معاه ورشه وبعد كده دخلت في الورشه الثانيه مع دكتور امين سليم، استفدت منها كتير برضه لحد ما بس انا لحد وقتنا هذا برضه يعني مصر ان احنا نخش المعهد ان شاء الله. انا حابب حياتي ان انا اخش المعهد، بس مش هيجي بقى بعد كده الا مواد. طيب يعني يمكن احنا تطرقنا لمسلسل كبير قوي. يعني انتوا الحلقه ال 27 27 كده مع استاذ مكي. طيب قولوا لي الشغل مع النجوم، هل ده بيعمل قلق بالنسبه لكم كممثلين، ولا الموضوع بيتوقف على حسب النجم نفسه اذا كان هو في حضور وقبول مع الناس؟ هو اكيد يعني هو حسب النجم لو انت نازل معاه، بس هو الفكره اللي سبحان الله. بس انا عارف ان مكي دماغه بالظبط. يمكن ربنا سبحانه وتعالى عشان احنا ممكن عشان توأم او كده، فيعني كل اللي اشتغلنا معاهم يقابلونا بيرحبوا بده ويضحكوا معانا وبياخدوا بايدينا وكده. هم عندهم حضور يعني سبحان الله. هو ربنا كده يعني عشان احنا توأم وبتاع. يعني استاذ احمد كان معانا لينا موقف معاه حلوه في الكبير، ومع استاذ محمد سعد برضه، فهو بيرحبوا بده حتى المخرجين الحمد لله. يعني حتى احنا كنا في الكبير قوي كان قال لنا ممكن تغنوا راب وكده، فانا اقترحت على استاذ احمد الجندي احنا بنحب نغني مونولوجات، فقلت له استاذ احمد في حاجه اسمها طنوش ممكن نغنيها. قال لي خلاص تمام قولوها. فاحنا دي اللي احنا عملناها، واستاذ احمد مكي فرح بيها وما اتكلم، يعني قال تمام خلاص حلو ده تمام. اصل انا عارف مكي دماغه. بس ما شاء الله. طيب يعني نشوف جزء من الكبير قوي ونعود معاكم مره ثانيه لبرنامجكم شباب على الهواء. منتظرين ايه من الفن؟ هو احنا حابين نعمل حاجه نشتغل في اكتر في الكوميديا، وساعت لي ده. وحتى لما طلعت في لقطات مع استاذ محمد سعد، استاذ محمد سعد ساعدنا في ده كتير برضه، والحمد لله عملنا حاجه يعني الناس انبسطت منها. وحتى في الفيلم الجديد مع استاذ محمد سعد برضه نفس الدور الكوميدي. وفي حاجه برضه مع دكتور اشرف زكي بنلعب في حته الكوميدي دايما. دكتور اشرف زكي فين؟ مسلسل اسمه عبادي وعيال، مسلسل خارجي يعني بره المحصل. احنا بنلعب في حاجه في الفن بالذات. حتى لعبه المونولوج احنا بنحب نعملها. وليدنا الله يرحمه، ومونولوجات مركزين عليها اكتر برضه. حتى المونولوجات بنلعب بيها عشان خاطر بتفرح الاطفال اكتر. او ده يعني انتوا من خلال الخطوات دي كلها منتظرين برضو ايه من الفن؟ ايه اللي انتوا عايزينه؟
عايزين انكم تلعبوا في الكوميديا الكوميديا النجوميه في دماغكم ولا لا؟ عايزين لا ده في دماغنا في دماغنا والحياه الاكاديميه برضو حابينها اكتر. بمعنى ده ممكن يعني بنحب نتعلم اكتر ما نحب نشتغل، او ممكن ابقى معيد بعد كده ان شاء الله، او مخرج او مدرس او مدرس تمثيل او كده، برضو حابب ده. يعني انا حتى دلوقتي بسعى ان انا ممكن يعني في الاخراج او كده، يعني مش الموضوع حاجات، بس احنا بنحب التمثيل عامه في الكوميديا والحاجات اللي بنغنيها المونولوجيه. كويس، جميل. ابراهيم، انت ايه اللي انت منتظره من الفن او اللي انت عايزه منه؟ يعني الحمد لله شكرا لله، الرؤيه عندي باصص لفوق. فالحمد لله ربنا ممشينا على الدرجات بتعلى كل فتره. فالحمد لله بدات من تحت وشايف الحمد لله يعني ربنا بيعليني كل فتره، ودي نعمه الحمد لله من ربنا. يعني من اول عمل لغايه دلوقتي اخر عمل فيه انا في فيلم سينمائي ان شاء الرحمن، معايا نجوم كبار، نجوم شباك. وانا من ابطال الفيلم ومخرج منفذ مع شركه كبيره. يعني انت من ابطال فيلم مخرج منفذ في نفس الوقت؟ ده مخرج منفذ، ده موضوع كبير قوي. انا عارف. الحمد لله شكرا لله الحمد لله يعني. تمام، الحمد لله. فشايف ثمره من اللي انا بسعى له. كويس كويس. طيب ايه اللي لقيتوه او ردود الافعال اللي لقيتوها من خلال المتابعين؟ يعني ما بتلاقي مثلا وانت بابا وماما مثلا ليهم راي معين في اللوكيشنز مثلا اللي انتوا موجودين فيه، حد يقول لكم نصيحه معينه او راي عجبتهم، لا انتوا النهارده مش حلوين، لا انا شايف انك انت لو عملت كذا تبقى احسن، لو اشتغلت في نوعيه الشخصيات دي تبقى، يعني بتلاقوا في اراء كثيره جدا. اهم الاراء اللي انتوا حسيتوا ان هي دي بالنسبه لكم هي دي الانجاز، وهي دي اللي هتفتح لكم الطريق، وهي دي اللي هتتحركوا عليه؟ هو استاذ اهم حاجه كانت ساعتها الاستاذ محمد سعد مره ندلنا واحنا في تصوير قطاطا، وقال لنا وادانا نصيحه فيها، قال لي انتوا ممكن تشتغلوا مع بعض اكتر من حاجه لحد ما تشعروا كتوأم، لحد ما تعرفوا ممكن بعد كده انت لو كل واحد فيكم هيشتغل كبطوله. هو بيتكلم صح. بالظبط. هو بيتكلم تفضلوا مع بعض لحد ما الناس تعرفكم، لحد ما وبعد كده تبقوا الناس تعرفكم تمام. بعد كده كل واحد ممكن يشتغل لوحده، او انت تتجه للكوميديا، هو ممكن يشتغل في التراجيدي اي حاجه، او اخراج حتى مش مشكله. بس انتوا ايه، قلت له بقى، هو قال لي انا عارف انتوا عايزين تشتغلوا عشان الناس تعرفكم، فانتوا ممكن تفضلوا مع بعض لحد ما الناس تعرفكم، وبعد كده ان شاء الله وبعد كده كل واحد يتجه لوحده. ده هو تمام. عشان كده انا بسعى للاخراج او كده، يعني انا حابب ده. بالمناسبه في كتير من الممثلين اللي هم يعني ايه ما حققوش النجاح في التمثيل، راحوا الاخراج، ومن الاخراج دخلوا على التمثيل، رجعوا تاني، او راحوا للكتابه، ومن الكتابه فاعلنوا عن موهبتهم لان الناس ما خدوهاش في الاول. استاذ محمد، انا دلوقتي يعني الواحد بيسعى اللي هو مخرج او يديله دور، دي بتبقى صعبه جدا. فانا عشان كده بقول لحضرتك ان انا ممكن اسعى في الاخراج، لان انا بقى مخرج هنقي نفسي احسن دور يعني. هتنقي لنفسك. بالظبط، هاخد احسن دور. شفت بيفكر ازاي؟ انا في الفيلم الجديد السكريبت كله الشركه قالت لي السكريبت عندك واختار الدور اللي يعجبك. تمام. بس انا حفظت السكريبت كامل، قصه عشت وتعايشت جواه، فشفت الدور اللي يناسبني. كويس. فدي بقى بتبقى فرصه يعني بتحققها من خلال الاخراج. بس الحمد لله يعني بيتيح ليك الفرصه. طبعا. طيب انتوا كان يعني موضوع سلاحف النينجا ولبسكم لسلاحف النينجا ده السيت كوم اللي مع دكتور اللي مع استاذ اشرف زكي، اسمه محمد وعيله، ينزل في رمضان ان شاء الله باذن الله. لابسين دول كوميدي برضه. كان دانتيلو رافيليو رافائيلو دوناتيلو بيلعبوا كده سلاحف النينجا، وكان بيلعبوا بطريقه ثانيه، بيلبسوا لبس ثاني اللي هو اللبس اليمني، ده هو المسلسل منوعين. يعني كذا حاجه زي كده. طيب انتوا خلاص خط الكوميديا هو بالنسبه لكم، انتوا شايفينه هو الخط الاجمل بالنسبه لكم عشان انتوا توأم يعني؟ شايف كده. وفي حاجات كتير لسه عايزين نعملها ربنا. زي ايه؟ احنا يعني ممكن حاجه اللي تعبر عننا بجد، او اللي تبين ده. ونفسي اكتر يعني اخش في سكه المونولوجات اكتر، يعني حبينا نفسي اخش في السكه دي بعمق ان شاء الله، مع التمثيل برضه، يعني زي استاذ شكوكو وكده، زي استاذ نعيم ياسين برضه كده. احنا حابين مع التمثيل برضه يبقى في هو فن مغمور، لو القوا الضوء عليه في الوقت اللي احنا فيه، لو القوا الضوء عليه هيبقى حاجه ما شاء الله. محتاج ان هو يطلع بشكل كويس. طبعا. هو حضور، هو يعني كذا حد لما قال لي انتوا ممكن توأم وكده، ممكن الكاركتر والحضور اللي لكم الحمد لله، يعني ليكوا حضور على المسرح، فده ممكن يساعدكم. طيب هتسمعونا ايه بقى؟ طيب هو ممكن طنوش اللي احنا كنا غنينا في الكبيره اللي هو رفضوكوا فيها دي، اللي هو عشان كده هصمم عليها، عشان كده هصمم عليها. طب نشوفها. طيب يعني هي بتقول ايه؟
طنوش جالك طناش وما تعصلجلناش، طنوش جالك طناش وما تعصلجلناش، ده عامل لي فيها عنطر ده شيء ما يخصنا، اصل الباعد هيتعب وهتبقى حالته اصعب، اصل الباعد هيتعب وهتبقى حالته اصعب، خليك من حزب عش طنش تاكل بلاش، سقم اكل سقم وزع وشك اوالح، ما تحطش المصالح ما بين خاصم وصالح، مفيش خصومه دايما تفضل على الوش عايب، ولا القيامه قايمه الا بلحظه طناش، طنوش 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 ده غفير وخالته داية، لو مسكوه عصاية ولبسوه عباية وحطوه على المراية، غفير وخالته داية، لو مسكوه عصاية ولبسوه عباية وحطوه على المراية، هيشوف أتخن أمير ملعون أبو الفقير، هيشوف أتخن أمير ملعون أبو الفقير، وتسأل عن أصوله، تيجي تسأل عن أصول يقول ما شفتها، طنوش 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 طنوش. ما فكرتش انك تنضم ليهم؟ دي كده في المونولوج لا، فان كنتوا تعملوا حاجه 3 تعملوا مسرحيه بنعمل فكرت ان شاء الله وبنظبط حاجه، بنعمل سكتشات في البيت وحاجات كده. بس انا بميل اكتر لمدرسه الله يرحمه استاذ خالد صالح واستاذ خالد الصاوي، انا بعشقهم. ففيها كتير منهم الحمد لله، بحب قوي 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 ادوارهم. بحب اشتغل نفس الشغل طبعا، بالاضافه لشغل الزعيم واستاذ احمد زكي. دول انت بتعتبرهم ان هم المثل الاعلى والقدوه بالنسبه لك يعني، فانت شايف ان دول ماشيين حتى او عملوا لنفسهم لون خاص بيه؟ انا بعشق اللون ده. تمام. ومعظم الادوار اللي بتجيلي برضو يعني ضابط، وكيل نيابه، حد كبير. بس خد بالك عشان دي بتلبس البني ادم من المخرج بيبقى بعمل رياكشنات حلوه الحمد لله. طيب وبالنسبه لكم مين المثل الاعلى والقدوه؟ هو يعني اكتر حد بنحبه استاذ علي ولي الدين بامانه. الله يرحمه. الله يرحمه. يعني هو اكتر حد بجد. شايفين انكم شبهه يعني ولا؟ لا بس هو بيعشقه يعني هو كوميديا بجد. واستاذ محمد هنيدي برضه. تمام. يعني انت طب الاقرب ليك بالنسبه لك اللي انت نفسك تبقى زيه؟ لا في كتير، في الناس شغاله بيعجبني شغلهم جدا، في استاذ مكي واحمد السقا طبعا واستاذ محمد هنيدي، يعني اساتذه كتير جدا، واستاذ عادل امام. الناس بتلعب في الكوميديا، بتلعب في كل حاجه. فن مصر فن مصر كامل يعني. فانا بميل لده وربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. بابا وماما رايهم ايه؟ مدعمين ولا رافضين؟ ما شاء الله هم اللي مساعديننا جامد بابا متابعنا على طول وفرحان بينا جدا، وماما على طول طول النهار بقى لما الاعلان بتاع ده يجي، الفيلم يجي لازم محدش يقلب. فبصراحه ما شاء الله ربنا يخليهم لنا يا رب. ربنا يخليك. ما قالت لكمش مثلا اعمل كان المفروض تعمل في الحته دي لا بتضيف انت ليه ما عملتش هنا ما اعرفش كذا؟ السكريبت بتاع الفيلم الجديد اللي هو اللي انا نازل في بطوله، اول ما جبته بابا حفظه كله وهو قاعد. يعني انا عقبال ما غيرت هدومي كان هو قال لي شفت علي واتجوز ده وساب البيت والواد الصغير. انا بقيت قاعد مستغرب ما شاء الله. هو طبعا رئيس القلم الجنائي في النيابه فما خدش معاه قضيه بقى عند روحي. قضيه عادي حفظه كله ما شاء الله، ولقيته بيقوله لي ما شاء الله. فبيفرح بينا جامد يعني. ربنا يخليه. الله يخليك. حابين تقولوا ايه في نهايه اللقاء حسين؟ ربنا يسهل يا رب ونعمل حاجه تعجب الناس، وانا مبسوط جدا بنلاقي حقق لي ممثل كبير بيهتم بينا وبيحاول يساعدنا وبطريقه غير ما هو مثلا بيرمي على كاركتر التوأم، ومخرج محترم بيهتم بينا. دول كتير الصراحه. حسن نفس النظام برضه يعني لا نوع بقى مش عشان لا والله والله يعني كذا حاجه يعني اساتذه كبار بيقفوا جنبنا بجد يعني سبحان الله، واقفه من يعني تحس ان هي من عند ربنا. حصلت معانا كتير في المشوار من اول ما بدانا، تلاقي ده بيوجهنا من غير ما يعرفنا يعني. هو لا اعمل كذا يا حسن، اعمل كذا يا حسين. هو الحمد لله وفرحان اكتر الحمد لله ربنا يعني نقدر نساعد الناس. زي بصراحه يعني زي ما في ناس ما بتساعد، لا في ناس بتساعد برضه. في ناس في اساتذه محترمين جدا بيهتموا بينا وبيشتغلوا، وحتى مع الشباب كلها. وزي في كده يعني والله استاذ محمد ساعات كتير يعني بيسال نفسي هو طب هو ليه بيعمل معايا كده؟ هو اكيد ما يعرف، اول مره تعامل بينا. استاذ محمد سعد بيموت. الحمد لله يعني سبحان الله، حاجه من عند ربنا يعني. الحمد لله تمام. ويا رب الناس تعجبها الحاجه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. ابراهيم انا بقول يا رب ربنا ينولنا اللي بنحلم بيه ونقدر نرسم البسمه على وجوه الناس باذن الله، ونقدم فن نظيف وحاجه حلوه باذن الله، وبلاش الاسفاف بتاع اليومين ده باذن عشان ولادنا هيتعلموه باذن الله. وبقول يا ريت الدولة تدي فرص للشباب.
يعني مكاتب الكاست يبقى في كنترول عن كده، ما يبقاش في بس الدولة واسطة. هي علاقتها يعني يوفروا مسرح. الدولة مالهاش علاقة، بس انت هنا بتكلمني على في ناس شركات القطاع بتيجي- الخاص وشركات هو ملوش هو ده دعوة. في ناس المفروض بتيجي من يعني. الاقاليم وناس بتتعب كتير ونفسهم يدوروا على فرصه، فيا ريت بس كل واحد في ايده حاجه يقدر، حتى لو مش مسؤول، لو واحد حتى من الفنانين في ايده ان هو كل شهر حتى يكتشف واحد او يحطه على اول سلمه، ده يبقى حاجه حلوه قوي وخير. تمام. هو لازم اللي يبقى فيه مسانده للمواهب الفنيه، ده اعتقد ان ده شيء مهم جدا. شرفتوني ونورتوني ربنا يخليك يا رب. وحسن احنا وحسين. معاك والله. انتوا نورتوا ربنا الدنيا يعزك يا كلها. رب، الله ان شاء يخليك. الله تحققوا كل اللي بتحلموا بيه، وباذن الله يتحقق باذن الله يتحقق. شرفتوني ونورتوني. ربنا يخليك يا رب. ونورتوني. الله يخليك. شبابنا مشاهدينا في كل مكان، فاصل وبعد الفاصل نتواصل معاكم مره ثانيه ببرنامجكم شباب على الهواء.